السلام عليكم مشاهدينا اينما كنتم في عدد جديد من برنامج كابسين. وقبل ما نبداو هذا العدد حبيت نقول لكم بلي راني حففت. شكرا لانكم فيه على القضاء قديما في الجزائر. كي نجي نحكوا على القضاء قديما في الجزائر احبس ابو القاسم احبس واش كاين؟ راني قلت قديما نسرج زين قديما كي نجيو نحكوا على القضاء قديما في الجزائر كانت واحد الفئه من المحامين اللي داو الباك في 2007 داوه ب 10/03 10/04 قرا دروا 5 سنين ولا محامي وعنده كذا ويترافع. سيدي القاضي واللي مريح ذا اللي مريح ذا واسمه المدعي العام سيدي المدعي العام وسيدي القاضي وكل الحضور الكريم احبس وش بروكيرور سيدي والله نسيته كل كاع. سيدي البروكيرور يا بلغه عربيه لا فرنسي. الغراق سيدي والو والله سيدي رانا قالطين نزيد نقول هنا سيدي والو سيدي النيابه العامه سيدي الحضور ان موكلي هذا تشوف فيه حشمان بريء براءة الكلب من دم يوسف. يا الذيب يا سيدي ربي ذيب راني قالت سيدي النيابة العامة بريء مثبت الذيب تالي قال بريء براءة الذئب من دم يوسف. سيدي القاضي إن موكلي هذا متهم بطعن ذرته نسيبتي حماته كاتب لي ذرته انت ايه حماد اصلا كفايه وراني قالت كفايه ذرته يا سيدي انه متهم بطعن حماته 10 طعنات. رقق شويه 9 طعنات. نقص سيدي القاضي 7 طعنات. زيد نقص شويه 5 طعنات. وش شوي 4 طعنات. زيد شويه خلاص. سيدي القاضي هذا موكلي كان هاز موس وحماته هي اللي جات بكرشها وضربته درتو كيما هاك بكرشها. هو كان ضوالي قاعد شاد الموس هاك بوشيه وهي جاتو درتو هكذاك وهي اللي ظلمته هي اللي قريساتو بكرشها كيما هاك. سيدي القاضي كيما هاك واللي زيد يا الغراء ها وعطيك 300 عام فرجني فيه اللي زيد ترافع على روحك انا ما نعرفش درك ترافع على روحك 7 طعنات رجعتها كاسكاس انت تشرب منها تولي تسقي هنايا وتقول لي 3 طعنات انا اللي ضربتها انت يا خويا اعطوا 700 سنه سجن. سيدي القاضي ها واللي زاد يترافع. قديما في القضاء الجزائري كانت عندنا واحد مصطلح ما يعرف بالغراق اللي هو هذاك الشخص اللي يجي يفرق في العوام هاك 300 عام 400 عام 500 عام 600 عام. سيدي القاضي لا يخفى عليكم بأن هذا المتهم متهم في تعنيف امرأته. وسيدي القاضي والله ما نكذب عليك بيناتنا هذه مش قضية كبيرة. أنا تساعفني ودني في الرئيس ليك نعطوا له 300 سنة ماشي حاجة كبيرة. 300 سنة علاه 300 سيدي القاضي اصبر علاه 300 سنة نقوم عاد ثمود نعيش أنا 700 عام ياك راه المخير فينا ذا الوقت يعيش 60 عام راه لو كان يزير روحه وياكل اكتيفيا ويقيل ما يخرج للشمس راه يعيش 60 عام. علاه 300 عام انا سيدي القاضي والله ما قدرش تخزر. سيدي القاضي راه الاستعمار الفرنسي دار وندب وقتل وما ريحش 300 عام انا راح نريح 300 عام سيدي القاضي هذا راه والله ما قدر يفرق راه جايبني علاه 300 عام وش 300 عام هذا شنو المعلم راك جاي معك ساك واش انت راك تفرقنا في السنين وانا وين نردهم معايا للدار العوام نردهم 300 عام علاه سيدي القاضي سيدي القاضي زيدوا شوفوا لي اقسم بالله. شوف ندير انا وياك واحد الراي زين. ايوا شنو هو باعيت لي 100 نعم ما نعطيها لك شي تهنيني منها ما رداش معايا للدار وراك هذا بسك وش ها طيب وين تبان الخانه في ظهر النيجرو وانا معناها زعما راه تبان 300 كي لها تولي 400 هات سيدي القاضي والله خلاص رحنا الماء في الماء. واذا حكينا على القضاء في الجزائر طبعا لازم نحكوا على هذوك الاشخاص اللي دايرين الحبس كيدارهم اللي هما الروبريه. هذاك الشخص اللي خرجت له الريزيدونس من الحبس هذاك داير الحبس كيدارهم داخل خارج. في نهاية هذه المرافعة سيدي القاضي وحسب الأدلة المقدمة إلى سيادتكم فإن موكلي هذا بريء يا المحامي احبس هاو المتهم قدامنا وراه يعترف سيدي القاضي ما حسبكش انا معناها تصدق انت هذا المجرم وتكذبني انا اللي محامي وقاري 5 سنين دروه يا خويا مالا انا خلاص ما نزيدش نترافع صاي ما انت اخويا دبر راسك هذاك شي شغلك ربي يعاونك. نرجع لك تا المتهم تفضل فهمني رحمة على بويك كيفاش تقتل سيدتك بالا. والله قضيه ما لقيتش بيوش قتلتها بالا. انا لو كون لقيت بيوش الواجده لقيت بالا انا نخليها تعذب انا
ايش بدي اعطيه؟ ضربتها بباله. يا ودي راك ترى طفيل زين. انا ماذا بيا ما نزيدش نشوفك هنايا، خلاص راني كرهت في المحكمه، ماذا بيا ما نزيدش نشوفك. علاش سيد القاضي راح تخرج نتريد ولا؟ لا يا ولدي، لا مش كيما هاك، ماذا بيا ما تجيش ترتكب جرائم، ما تجيش يجيبوك عندي، تولي مواطن صالح. راح نحكم عليك، حكمت المحكمه عليك ب6 أشهر سورسي. علاه سيد القاضي؟ علاه 6 شهور سورسي يا سيد القاضي؟ ما تشتينيش سيد القاضي، علاه سيد القاضي؟ انا والله راني ابن المؤسس، انا كي نخرج لبرا سيد القاضي راني ما نعرفش شنو ندير، انا راني سيد القاضي لدرجه راني كاع في الريزيدونس راني نخرج فيها من المؤسسه، نزيدك واحد سيد القاضي اللي تحبسك من راسك كاع، انا راني لوردابا جاتني في المؤسسه سيد القاضي، علاه 6 شهور سورسي يا سيد القاضي؟ راني ما نعرفش، انا راني روبري، راني لازم نقعد انا في المؤسسه سيد القاضي، مدلي عام 6 شهور ما تضرش والله، حاجه في الشباب في العامين في 3 سنين سيد القاضي، علاه سيد القاضي؟ سيد القاضي انا راكم ندير هنا كيما هاك سيد القاضي والله. وصلنا هنا مشاهدينا اعزائنا لنهايه هذا العدد من برنامج كابسيل، واللي حكينا فيه على القضاء قديما في الجزائر، الحمد لله القضاء الحديث اللي في الجزائر اللي هو قضاء نزيه جدا، وكان جزء من انه اللي غير ونحى هذه العصابه. وصحة طولكم وشكرا جزيلا، سلام.